مشكله الارض بتاعه 6 اكتوبر بتاعه نادي الزمالك كده كده. المشكله دي هتتحل. اهلي وزمالك الاثنين دول هم دول انديه دوله. الاهلي ما بيتهربش من ضرائب. مساء الفل. كنت عايز اكلمكم كده في الحاجتين دول يخصوا نادي الزمالك، والحاجه الثانيه تخص النادي الاهلي. بص، هو مش راي، هو بس حاجه حصلت في مشكله الارض بتاعه 6 اكتوبر بتاعه نادي الزمالك كده كده. المشكله دي هتتحل. المشكله دي هتخلص. ده شيء مفروغ منه يعني. واثق ليه؟ واثق لان انا سمعت الكلام ده من ناس برضو تقيله، ناس موجودين يعني زي ما بيقولوا كده في المطبخ الرياضي يعني، ومش صحفيين. فالموضوع كله ان لا، هو الموضوع هيتحل والموضوع هيخلص على ان نادي الزمالك ياخد الارض ومعاه المولى لحد 2026. بس لما هيجي يبني هيعمل النادي الاجتماعي وهيعمل الملاعب الرياضيه، مش هيعمل كومباوند ولا هيعمل مول تجاري. لان انا المعلومه دي بصراحه عندي من امبارح، ما رضيتش اطلع اتكلم فيها خالص غير لما اتاكدت منها. بس الموضوع علشان هو حاجه مهمه، فانا طالع اتكلم فيه. فهو الموضوع كله في حته ان الارض هترجع. الارض هيتبني عليها نادي اجتماعي ورياضي، وهيتبني عليه ملاعب رياضيه. انت بعد كده عايز تعمل ملحقات للنادي زي فندق، زي مول تجاري، زي حاجات تزود بيها دخل النادي عشان تصرف بيها على النادي. ده ما فيهوش اي مشكله خالص، الناس مش هترفضه تماما. والدليل على الكلام اللي انا بقوله ده ان هو صح، ان احنا مش طالعين نضرب في اي كلام. هتلاقي هشام نصر قايل ان احنا معانا تراخيص، هتلاقي دكتور كمال شعيب بيقول ان التراخيص متعطله وما طلعتش. الاثنين صح. احنا معانا تراخيص، احنا معانا تراخيص بان احنا نعمل نادي اجتماعي ونعمل ملاعب رياضيه. طيب احنا معناش تراخيص، معناش تراخيص لايه؟ باوند سكني وفندق والحاجات دي. يعني الحاجات دي كلها معناش تراخيصها. فالناس اصلا كانت المفروض من الاول تروح جايه داخله اول ما تلاقي الحاجات دي كده مخالفات كده في الترخيص. اصلا انت مخالف في الترخيص، انتوا بتشغلوا دماغكم على الدوله. انا مش عارف يعني هل انت يعني كاداره الزمالك انتوا بتشغلوا دماغكم على الدوله؟ يعني الدوله مش هتاخد بالها؟ معقوله؟ ولا انتوا كنتوا يعني هنظبط الدنيا وهنقنن اوضاعنا يا عم وما تقلقش ومفيش حاجه؟ هو اللي انت عملته ده غلط. ده ما ينفعش اللي انت عملته ده خالص. ان انت تشتغل من غير ما يبقى معاك ترخيص، انت كده حطيتنا في مشاكل. طب وليه؟ انتوا المفروض تتحاسبوا على ده اصلا. دي حاجه. الحاجه الثانيه يا جماعه، على فكره اهلي وزمالك الاثنين دول هم دول انديه دوله. مش قصدي ان هم الناس والدلدول والكلام ده، لا. الناديين دول انديه حكوميه، فبيبقى عليهم رقابه اصلا. ففكره ان انت تتهرب من الضرايب، زي ما احنا جايين على حته الاهلي في تهرب بالضرايب والكلام ده كله. فكره ان انت هتتهرب من الضرايب، فكره ان انت هتشغل دماغك على الدوله، انساه. صعب، صعب قوي. فاهمني؟ فالموضوع كله في ايه؟ في حته ان انت لما تبقى متفق على حاجه وتيجي تشتغل فيها، اشتغل فيها زي ما انت ممشيها قانوني، علشان احنا في ناس قاعدين لنا. امشي معاك بنظريه المؤامره. في ناس قاعدين لنا، في ناس قاعده مستنيه الغلطه بتاعتك انت هتعملها ازاي علشان تروح جاي مديالك على طول على دماغك. فبعد اذنك ما تخليش حد يمسك علينا حاجه. فاهمني؟ امشي عدل، يحتار يا عم اي حد فيك. مش هقول عداوه دي عشان كلمه كبيره قوي. فيا باشا بعد اذنك امشي عدل. دي حاجه. الحاجه الثانيه، موضوع التهرب بتاع الضرايب بتاع الاهلي، وان الاهلي بيتهرب من الضرايب، وان هو بيعمل عقود مش عارف ايه، وبعد كده عقود اعلانات في شركه ثانيه بتاع حاجات ثانيه عشان يتهرب من الضرايب. بص، هو كده كده مفيش تهرب من الضرايب، لان كده كده برضو الشركه الثانيه اللي هي شركه الاعلانات، اللي هي شركه النادي الاهلي اللي المفروض ان هي تعمل الحاجات دي، برضو بتدفع ضرايب. يعني ما تفتكرش ان هي ما بتدفعش ضرايب، لا بتدفع عادي ضرايب وكل حاجه. بس اللي مستفيد مش اتحاد الكوره. اتحاد الكوره ما بيستفادش من العقود بتاعه الرعايه بتاعه الاعلانات والكلام ده كله. ليه بقى الاهلي عامل كده؟ الاهلي عامل كده لان الاهلي عايز يخلي الانكم بتاع نادي الاهلي، النادي الاهلي بعيد عن شركه الاهلي، يبقى اكتر من الحاجات اللي بتتصرف. ليه؟ لان دلوقتي في قانون بيتناقش في الرياضه اللي هو بتاع البورصه، وان انت تقدر تحط النادي بتاعك اسهم في البورصه اسم ناديك. فانت ازاي تبقى عامل اسهم في البورصه وانت اصلا نادي خسران؟ طب انا ايه دلوقتي اللي يخليني، معلش انا اسف يعني، اجي استثمر معاك واشتري واعمل والكلام ده كله؟ لا، انا اشتري سهم طالع.
طيب السهم الطالع ده، انا دلوقتي لما بيجي دلوقتي يجي يقول لك النادي الاهلي هيبيع لاعب، فهيبيع لاعب مثلا، سي مثلا ب 5 مليون دولار، حلو كده. بعد كده هيروح يجيب لاعب ب 15 مليون جنيه. فهو ده الخارج وهو ده الداخل. وساعات اصلا حتى الكلام ده كله بيحصل عن طريق ايه؟ عن طريق شركه الاهلي. دايما بيخلي الدنيا تمشي اعلانات، دايما بيخلي الدنيا تمشي عن طريق الشركه. ليه؟ عشان يخلي الانكم بتاع النادي عالي، ويخلي المصروفات كلها اقل، فيخليها دايما على شركه الاهلي، والنادي الاهلي اسهمه طالعه. هو ده كل الموضوع وخلاصته، علشان خاطر نقفل الحته بتاعه الاهلي والزمالك في موضوع النادي الاجتماعي وارض 6 اكتوبر، وموضوع الاهلي وتهربه من الضرايب. الاهلي ما بيتهربش من ضرايب. فاتمنى ان الفيديو يكون بس وضح لكم حاجات بسيطه. ممكن انا ما استرسلتش قوي في موضوع الاهلي، بس اكيد في ناس يعني عندهم الخبره اكتر مني في الحاجات دي، ويقدروا ان هم يطلعوا يوضحوا الموضوع. اما بقى بالنسبه لارض نادي الزمالك، هي كده كده راجعه، هي مش هتتسحب. لكن الموضوع كله بالنسبه لنا دلوقتي يا باشا، بعد اذنك امشي عدل، بس كده، مش هقول اكتر من كده. شكرا.